هل أصبحت الأمور بين إسرائيل والعرب سمنا على عسل كي نؤسس جمعيات صداقة عربية إسرائيلية؟ أليس في ذلك قفز فاضح على الواقع؟ لماذا يحاول البعض وضع العربة أمام الحصان؟ هل تحقق التطبيع أصلا كي تكون هناك صداقة مع إسرائيل؟ هل يريد اليهود صداقة العرب كي نتهافت على صداقتهم؟ تطبيع. ولو سألت أي حد في الشارع، أي حد من أي طبقة، وخصوصا وانت نازل على الطبقات الشعبية والمتوسطة، وسألته ايه رأيك في الإنسان اللي بيطبع، هيقول لك جملة ملهاش تاني: لعن الله المطبعين. ليه؟ لأن لا الوقت ولا الزمان ولا الإرادة والإجماع الشعبي رايح لسكة التطبيع. وطبعا لما بنتكلم عن التطبيع يبقى بنتكلم عن إسرائيل. أبناءكم أن ما مضى هو آخر الحروب ونهاية الآلام، وأن ما هو قادم هو البداية الجديدة للحياة الجديدة، حياة الحب والخير والحرية والسلام. ويا أيتها الأم الساكنة، ويا أيتها الزوجة المترملة، ويا أيها الابن الذي فقد الأخ والأب، يا كل ضحايا الحروب، املأوا الأرض والفضاء بتسابيح السلام، املأوا الصدور والقلوب بآمال السلام، اجعلوا الأنشودة حقيقة تعيش وتثمر، اجعلوا الأمل دستور عمل ونضال.